السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو لايكات اكتر. معاكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج الحمل. بس قبل ما نبتدي حبايبي يا ريت كده نصفي النية وندي لنفسنا طاقة ايجابية ونسمي بسم الله ونصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ان شاء الله. برج الحمل لا يعلم الغيب الا الله. القراءة بتنطبق على الجنسين رجل وامرأة وكل الأعمار. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. يلا بينا نحط لايك نحط كومنت حلو. بص برج الحمل، شايفة ان في 3 اشخاص في كيد منهم، مكايد وكيد وممكن يكون استفزاز والحاجات ديت. 3 اشخاص. الاشخاص دي ممكن تكون انت تكون حزين من ناحيتهم، او تكون ان البعض منكم حزين بسببهم. يعني عموما ان انت حزين بسببهم او في ضيقة بسببهم او في ظروف مشاكل بسبب 3 اشخاص. وانا شايفة ان ال3 دول للبعض منكم متسببين في مشاكل، متسبب لكم في حياة ممكن تكون مش مستقرة، حياة كده للبعض منكم. طبعا دي طاقات تاخد طاقتك، ولكن يعني بالمختصر ان في 3 اشخاص في طبعهم المكايد والكلام ده. و يا برج الحمل، في هنا اسمي منار. ده اسمك او ممكن يكون ده اسم شخص تعرفه، ولو مش موجود ولا اسمك ولا اسم شخص فهتقابله في الايام القادمة يا برج الحمل. في هنا حرف الجي. حرف الجي ده ممكن يكون في اسمك او في اسم شخص حواليك او ما ينطبقش معاك الحروف. وعندك حرف الاف. طيب عندك بقى حرف الجي في طاقة سلبية. يعني ايه طاقة سلبية بالنسبة للناس اللي اول مرة تشوفني؟ طاقة سلبية ده لو كان ده مثلا في اسمك، فانت بتمر بطاقة عين حسد بظروف، اذا كان مالية ظروف عائلية ايا كان ايه هي بقى الظروف، انت بتمر بحاجة. او يكون ان للبعض منكم ده في اسم شخص حواليك هو اللي بيمر بشيء زي ده، او يكون ده بقى اسم شخص سيء معاك. طب البعض منكم ما ينطبقش معايا ولا مع حد حواليا، خلاص ما بينطبقش عليك، لان انا بقول ان الحروف ما بتنطبقش بنسبة كبيرة. تمام. في حاجة مكثفة عليك، في حاجة كترت عليك اتكثفت عليك، في حاجة كده يعني زي ما بقولك كده. الله يكون في العون. يعني حاجة زادت على برج الحمل. ممكن مسؤولية، ممكن ضغط، ممكن مشاكل، ممكن حاجة زادت عندك كثفت أكتر. في هنا اسم إيمان. اسم إيمان ده ممكن يكون ده اسمك أو اسم شخص تعرفه، أو لو مش موجود هتقابله في الأيام القادمة. بص برج الحمل، في تهنئة انت و3 اشخاص، او شايفة ان البعض منكم التهنئة ديت لا تخصك انت واشخاص. ممكن البعض منكم 6 او 3 او 4، ممكن تكون 2. اوكي. هو الارقام مش يعني مش شرط تكون بالظبط، للبعض منكم هتنطبق والبعض منكم لا. لكن التهنئة تخصك وتخص اشخاص، او تكون ان للبعض منكم التهنئة دي هتكون ليك، بس هتكون في مجموعة اشخاص هتكونوا يعني ايه حاضرين في التهنئة بتاعتك دي. فشايفة ان في شيء من ده عند البعض منكم. التهنئة دي اذا كانت مريت بيها او هتمر بيها. عندك حرف الميم برضو موجود في طاقة سلبية. انا فهمتك يعني ايه طاقة سلبية. طيب للبعض منكم ان في هنا آم، آه، في حاجة اتمكنت منها او هتكون في تمكن منها، بس شايفة ان الشيء دوت يعني حاجة ايه فيها تهنئة ليك، يعني حاجة انك انت تتمكن منها او هتتمكن منها. ولكن شايفة ان في امور سيئة حصلت مع البعض منكم.
زي مثلا حاجة للبعض منكم اتعقدت، أو تكون في حاجة حصلت في شيء انت اتمكنت منه، او تكون قبل ما تتمكن منه حاجة حصلت، او كنت خلاص هتتمكن من شيء وفي حاجة تعقدت مع البعض منكم، بس ده حصل. اوكي، ده حصل. طب انت كنت لسه بتقولي ده ممكن يحصل مع البعض منكم. ايوه تحصل، ان يكون في آه شيء انك تتمكن منه لو انت ما تمكنتش منه. ولكن طب الطاقة بقى السيئة ان ممكن يحصل حاجة، يعني زي ما انت ما بتقولي كده، لا هو مش هتحصل حاجة سيئة، ولكن زي يعني ممكن تكون مثلا في الشيء اللي انت تتمكن منه، ممكن تكون مثلا يحصل زي ايه، زي حد مثلا انت ما كنتش عايزه يعرف فعرف، في يعني اتحسدت او حاجة، يعني ممكن تكون ايه، آه، ساعات بتحصل حاجات كده غريبة شوية يعني، بس هي مش مؤذية انك تخاف منها، يعني حاجات كده تكون في انك انت تتمكن من شيء، ففي حاجة تحصل يعني ايه من اشخاص، او تعكنن عليك لمجرد ثواني او حاجة زي كده، بس ما تقلقش منها، هي مش هتنطبق مع نسبة كبيرة، وهي بنسبة قليلة، هي عموما الطاقة كلها دي بنسبة قليلة. اوكي. انت مستحمل خلاف لمجرد انك تتخطاه، يعني انت بتتخطى اضرار الخلافات او كده، فشايفة ان البعض منكم انك انت هنا مستحمل خلافك مع حد او مع اشخاص او حاجة، بس شايفة انك انت عندك مصرع في حاجة زي دي. تعالى طب يا برج الحمل كده نشوف فنجانك، ان شاء الله خير. اللي محطش لايك بليز بعد اذنك برج الحمل دوس لايك برج الحمل. طيب برج الحمل، في حاجة تكون بخير، هتكون بخير هتستفاد بيها، حاجة فيها استفادة ليك. اوكي، في حاجة كده هتكون فيها استفادة ليك، او ممكن تجيلك بشرة خير في حاجة انك تستفاد منها، ممكن تكون جات للبعض منكم والبعض منكم لسه، بس هتكون في الطريق. برج الحمل، بتحاول انك انت ترجع حيويتك تاني، لان البعض منكم الحيوية اللي كانت فيك ممكن تكون حصلت حاجة، كنت انت نشيط وحيوي وفيك حيوية كده، ممكن تكون من ناحية الوجه، من ناحية نشاطك طاقتك وكده، حصلت حاجة سيئة أو اتغيرت، يعني عموما الحيوية اللي كنت فيها، ولكن شايفة انك انت بتحاول انك ترجع حيويتك تاني، او حيويتك ديت هتكون ان شاء الله هترجع تاني ببشرة خير، بحاجة انت هتتبشر بيها تستفيد بيها، فايه الحيوية هتيجي تاني، يعني الطاقة كده ترجع لبرج الحمل تاني. عندك هنا اسم آية واسم محمد، اسم آية واسم محمد وكمان اسم شهد واسم حامد. طب تمام قوي. الاسماء دي ايه، انت ممكن تكون اسم منهم او تكون اسم شخص حواليك، لو مش موجود هتقابله الايام القادمة. طب في حاجة في الاسماء يا هنا؟ لا هو مفيش حاجة، بس هو هنا في اسم شهد آه واسم محمد فيهم طاقة سلبية، وطاقة سلبية دي زي ما أنا فهمتك يعني إيه، يعني ممكن تكون أنت اللي بالاسم ده أو اسم شخص حواليك، والطاقات السلبية زي ما أنا مفهمتها لك. برج الحمل، شايفة ان في حاجة شاغلة برج الحمل، مش لاقيلها وقت، والله مش عارف تجيب، يعني تجيب وقت الايه ولا الايه ولا الايه. شايفة ان برج الحمل الفترة دي مشغول جدا جدا، في خداع انت خلاص اكتفيت منه يا برج الحمل، خداع مكتفي منه للغاية، خلاص اكتفيت من
من خداع في العموم من شخص من الماضي للبعض منكم، شخص محدد ممكن يكون من البعض منكم، أو خداع شخص بالفعل مليت منه، اكتفيت منه، خلاص جبت آخرك. ممكن يكون الشخص اللي لسه حاليا معاك، أو يكون شخص من الماضي للبعض منكم برضو. فشايفة هنا كمان ان للبعض منكم اني الشكوك اكتفيت منها خلاص، طاقتك نفذت منها، ان يكون في خداع او لا او كده. طب البعض منكم مش من الناحية العاطفية خالص، ولكن البعض منكم من الناحية العاطفية. مش شرط الخداع ده يكون من الناحية العاطفية، اوكي، لكن ممكن شخص يخدعك في شخصيته، يخدعك في حبه ليك، يخدعك في طيبته، يخدعك من ناحية نصب، من ناحية حاجة. ده كل واحد طاقته، يعني طاقة الخداع موجودة، ولكن انت حسب بقى السيناريو بتاعك. طب تمام. شايفة هنا ان برج الحمل ان هنا في ارقام وحسابات وفلوس وكده. يظهر ان برج الحمل هنا هو اني مصاريفه زايدة الفترة ديت، بيدفع كتير، او تكون للبعض منكم منتظر فلوس، او حاجة زي كده تخص يعني، او حسابات انت ممكن تكون بتحسب كتير، بتحسب كتير. ممكن يكون ده شغلك، او يكون دي حسابات يعني التزاماتك وحاجات بتقعد كده تحسبها كتير في زي كده. يعني البرج الحمل، لاني شايفة ان هنا في ارقام كتير تخص مال. اوكي، يا رب تكون فلوس جاية لك يا برج الحمل. برج الحمل بتعلن عن حاجة هتعلن ليك، حاجة هتعلن ليك يا برج الحمل. خد بالك لو في سر او حاجة، او تكون انت تقول سرك لحد، لأ، لان في حاجة ممكن تكون، انا بنصحك بس يعني ان ممكن تكون حاجة تعلن ليك انت، تكون كانت سر وانت ما كنتش عايزة تعلن. فخد بالك من انك انت تدي سرك لحد، لان في شيء هيعلن لبرج الحمل. وطبعا ان البعض منكم ممكن يكون ان شيء يعلن ليك ك كبداية ليك، أو حاجة تخص مستقبلك المهني أو العاطفي أو أيا كان يعني ممكن تكون إيجابية عند البعض منكم، لأن بس هي بنسبة كبيرة هي حاجة إيجابية يعني. في نجاح ليك يا برج الحمل، ربنا ينجحك ويوفقك في نجاح في حاجة. إن شاء الله في نجاح هنا هوت. بص يا برج الحمل، في شخص، هو مش شخص، هم اشخاص، بس خلينا نقول في اني شخص. الشخص دوت يسمع عنك حاجة، او في حاجة بداية عندك هتكون او كانت يعني، اوكي. فالشخص ده انت بعده عنك، في مسافة بينك وما بينه. الشخص ده هيبقى عايز يعرف يعني تطفله البداية دي ايه وحصل فيها ايه، وعايز يعرف تفاصيل، بس هو مش عارف يوصل. الشخص ده بعيد عنك، الشخص ده ممكن تكون انت متجنبه، في خلاف بينك وبينه وبعده، حاجة زي كده. او يكون ان الشخص ده معاك، بس الشخص ده بيوضح ان هو مش يعني انا مش عايز اعرف عنك حاجة، او بيتجاهل ان هو يكون يعني ان يوضح ان هو متطفل او حاجة زي كده، او يعرف عنك حاجة بالفعل انت مش في الدماغ، وهو الشخص ده معاك. والشخص ده يعني جوه منه هيموت ويعرف ايه خطواتك بالظبط، ايه بدايتك ديت عملت فيها ايه، هتعمل فيها ايه، يعني وضعك عموما. في هنا اسم صفا، فشايفة ان ده ممكن يكون ده اسمك، او تكون اسم شخص حواليك مش موجود هتقابله في الايام القادمة. برج الحمل، ما شاء الله برج الحمل عندك، شايفة ان عندك اخبار حلوة الفترة اللي جاية. شايفة انك انت هتكون في اطمئنان الفترة اللي جاية. ربنا يا رب يطمن قلبك.
بص، في اهمال مؤكد. يعني انت في اهمال، اذا كان انت مهمل من ناحية شخص او مهمل في نفسك الفترة ديت، من ناحية بقى ستايل، من ناحية تغذية، من الله أعلم أنت مهمل في إيه، إذا كان من ناحية شخص أو إهمالك الشخصي. بس شايفة اني لانشغال حاجة او تكون انت تكون نفسيا ما كنتش متظبط الفترة ديت، ولكن شايفة اني هيكون في ايه اجمل، يعني هتكون في الاحسن، يعني هيكون من ناحية الاهمال دي هيكون في تحسن. طب البعض منكم هيقول لي والله يا هنا الاهمال مش مني، الاهمال من شخص ليا، يعني هو اهملني مهملني او حاجة. فلا، لو الوضع ده تعب البعض منكم فشايفة انك هتكون في الاجمل والاحسن يا برج ايه الحمل. يعني الحاجة ديت ان شاء الله هتكون احسن، هتكون فيها تحسن يعني. طيب برج الحمل، شايفة اني من ناحية حبك هيكون في يعني شايفة ان هيكون في امان، في اطمئنان. يعني البعض منكم شايفة ان من ناحية حب، يعني من الناحية العاطفية عموما، شايفة انك انت محتاج الامان، محتاج الاطمئنان والامان من ناحية استقرارك، او من ناحية شخص نفسه يكون مثلا يكون في اهمال او حاجة زي ده. فشايفة لا، هيكون ان شاء الله برج الحمل. طيب برج الحمل، بكده انا خلصت قراءتك. طمنوني عليكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو مننسيش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالنهاية أنا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق في حياتكم. تزوروني في قراءة فنجان جديدة. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. باي باي.